أهلا بيكم في قناتنا. النهاردة رجعنا لكم بفكرة مسلسلات جديدة وقائمة ممتعة وشيقة. قائمتنا هيكون فيها النهاردة أفضل 10 مسلسلات تركية عن أفضل ثنائيات جذبت المتابعين لعام 2023. كل فترة بحاول أجيب لكم مسلسلات وأفلام جديدة شيقة تتابعوها وأرتبها لكم من الجيد جدا إلى الممتاز، فكل مسلسل في هذه القائمة جدا ممتع. المسلسل الأول في قائمتنا مسلسل رسالة وداع. Ya Aslı gider bu evden ya da ben giderim. Ne bu? Kimse bu evden bir adım bile öteye gitmiyor. Özellikle de Aslı. İnsanları böyle bir şekilde üzmeye hakkım yok benim. المسلسل بيتبع المواجهة التي تنتج عن الحب الذي يزدهر بين طفلين من العشاق الذين افترقوا منذ سنوات بسبب رسالة. يبدأ المسلسل برسالة الوداع بين ألانور وضياء اللذان انفصلا قبل سنوات بسبب غير متوقع بسبب أطفالهما أسلي ومحمد، ويحكي المسلسل عن مواجهة خاطفة للأنفاس بين العائلتين لا تعرف ما هو الحب الحقيقي حتى تقابل أسلي حب عمره محمد. Geçmişin kırgınlıkları silinir mi? Yoksa aynı döngü içinde miyiz hepimiz? Bu zarfın içinde المسلسل رقم 2 في قائمتنا مسلسل شهمران. Yolu kötülükle çizildi bir kere. Sen sakın sevme beni ey insan. Bundan binlerce yıl evvel böyle söyledi yılanların şahı. تدور قصة المسلسل حول طلاب جامعيين انضموا بشكل حديث إلى عام دراسي جديد، لكن ليس طلاب عاديين حيث يبلغ عمر كل طالب منهم أكثر من 400 عام، بالإضافة إلى كونهم أنهم ليس أشخاص عاديين بل ثعابين ومخلوقات أسطورية خيالية. وتركزت القصة على امرأة نصفها امرأة ونصف الآخر ثعبان. ne istiyorsun benden? Seni krallığımın kraliçesi yapacağım. Kalbi büyüyor. Genişliyor. المسلسل الثالث في قائمتنا مسلسل اليوم الأخير. Ölümle yüzleştiğimizde, yani artık uyanamayacağımızı öğrendiğimizde ne hissederiz? Asıl soru bu. Boşluk. قصة المسلسل مثيرة بشكل كبير وبها كمية وفيرة من الوقائع الممتعة ذات المواصفات المميزة. المسلسل 8 حلقات بس، نعيش ضمن أحداثها مع كل فرد من 8 شخصيات يعرفون بأنهم سيموتون. في كل حلقة ستحكي رواية واحد من الشخصيات وكيف سيصلح من وضعه قبل اليوم الموعود. Diyordunuz. Yok edersen hikayeni burada bitiririm babalık. Doğarsın, büyürsün, hayatta savaşın başlar. Kazanamazsan tehlike yok, kimse seni görmez. Kazanırsan her yer güvensiz. المسلسل رقم 4 هيكون من نصيب مسلسل جول جمال. Onu ilk gördüğümde uzun kirpikleri vardı. Ok gibi delip geçen, ateş gibi yakan. Ama ben aşka inanmam. Benim tek hakikatim intikam. تدور قصة المسلسل حول الانتقام والحب والكراهية بين أبطال المسلسل. فجون طفل تخلت عنه والدته منذ الصغر وتسببت في موت والده وحطمت مستقبله. بعدها يقرر أن يصبح وحشا وينتقم منها في الكبر. وفي أحداث المسلسل قصة حب بعد كراهية تجمع بين جول جمال وديفا، حيث يتعرف جول جمال على ديفا الفتاة الجميلة من طبقة اجتماعية راقية، وتبدأ العلاقة بينهما بالكره وتتحول تدريجيا فيما بعد إلى علاقة حب جميلة، ويكون الحب أقوى من التحديات والصعوبات التي يتعرضان لها. Bak, buradayım işte. Geri döndüm. Benden çaldıklarını almak için. Kıyametin olmak için. Bittiği yerden savaşımızı başlatmak için döndüm O gece anne. yaşanan, yani her şey yalan mıydı? Sarhoştum. Anlamıyor musun? Güvendim. Ben Gülcemal. Nerede bu ya? Bir şey oldu Bu şehri yani. O beni yakmaya böyle geldim. habersiz bırakmaz, ben biliyorum. Kardeşimin gözünden yaş akarsa Yakında Fox'ta. seninkinden kan akıtırım.
والمسلسل الخامس في قائمتنا مسلسل حالة اجتماعية. Kapı açıldı falan, Cenk geldi tamam mı içeri? Allah'ım nasıl güzel bakıyor. İşte tam o an aşık oldum ben de. Sence becerebilecek miyiz? Aşkım yeter. Aşkımız yeter. Hayır ya, çok romantik. Aşkım bunun bizimle ne alakası var? Hayatım bir konuşalım. يتمحور المسلسل حول إيجيم وجينيك، زوجين سعيدين منذ 3 سنوات، لكن ساعدتهما تبدأ في مواجهة الاختلافات بينهما وتدخل علاقتهما في مرحلة جديدة. وضمن أحداث المسلسل يقلق الزوجان ويتساءلون هل يستطيعان الاستمرار معا، ولكن متمسكون ببعضهما البعض ويحاولون الاستمرار بالرغم من الصعوبات التي تواجههم. Böyle de sever, böyle de sever. Ya ben bu kadar saçımla başımla uğraşmıyorum ya. Vallahi olsa bulaşırım. O ne neymiş ya? Ne var benim saçımda? Kız kıza gidelim diyorum, kız kıza. Cenk olmadan. Ben kendime denk birini arıyorum. Hero işini yani. Yok, zengin biri. Patronum ben. Ya. Şirket var bizim. Bunların hepsi müşteri sayısına göre, anladın mı? Tamam al. Alt katı Levent'i tuttuk. Artık alt üstte oturacağız. Bir şey söylemeyecek misin? Çok sevindim. Becerebilecek miyiz sence? Aşkım yeter. Erkekler genellikle böyle sonuca odaklanırlar. Kadınlarsa siletlere. Saçma sapan bir şey yüzünden kaç gündür yüzüme bakmıyorsun? Aşkımız yeter. وقبل ما نكمل باقي المسلسلات فيا ريت لو وصلت هنا ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو، وده لو اول مرة تشوف فيديوهاتنا ما تنساش اشترك في القناة وتدوس على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. المسلسل رقم 6 في قائمتنا مسلسل طيور النار. Bizimkiler beni çöpte bulmuşlar. Ya çöpe küflü ekmek atılır, çürümüş meyve atılır, yırtık pabuç atılır da çocuk atılır mı be? Atılıyormuş demek. تدور أحداث المسلسل حول أطفال الشوارع الذين لم يتعدوا سن 20 حيث أنهم مروا بظروف صعبة وتعرضوا لبعض الأزمات منها الإدمان والعنف والجوع، ومصيرهم معروف إما السجن أو القبر. وفي أحداث المسلسل 6 أطفال من بينهما فتاة عرفوا بالطيور النارية، هم أطفال الشوارع ولكن غيروا مصيرهم ليس كغيرهم ممن انتهى بهم المطاف إما السجن أو التحرش أو القتل. قرروا أن يكونوا من طيور بلا جذور إلى طيور النار وقاوموا ليروا أمل المستقبل. En çok da güveni. Sakın Gülayşe, hayır. Neşeleriyle sarıp demişler ki bana, korkma, biz varız, seni bırakmayız. Şimdi desenize bana, ben bu aileyi nasıl üzeyim, nasıl bırakıp gideyim? المسلسل السابع مسلسل اسمي فرح. يحكي المسلسل قصة البطلة فرح، وهي طبيبة شابة تهرب من بلدها، وفي طريق هربها تتوقف في مدينة اسطنبول، وهناك تكتشف أنها حامل مما يضطرها إلى البقاء في اسطنبول. بدأت تعيش هناك كمهاجرة غير شرعية والعمل فيها كعاملة نظافة، ولكن عالم فرح انقلب رأسا على عقب بين عشية وضحاها، وتدور أحداث المسلسل. Rahmetli olmam. Bana ne istiyorsan yap ama oğluma dokunma. Oğlan hastalığını neden bağlı? Doğuştan bağışıklık sistemi çalışmıyor. Abi ne istiyormuş senden? المسلسل رقم 8 في قائمتنا مسلسل ابن القنصل. Bil bakalım sana ne lazım. Ben تدور الأحداث حول 3 من الرجال الذين تجمعهم الحياة في الكثير من المشاكل والأعمال الخطيرة. المسلسل به كثير من المخاطر والأسرار والقتل والقسوة، فيه حكايات مميزة ومختلفة بكل حلقة. ويحكي المسلسل قصة مليئة بالأكشن عن رجل يدعى اسكندر، وهو رجل أعمال ظالم ولديه قناصه الخاص الذي يدعى كورماز، حيث تنطلق الأحداث بمشهد دموي بعد وفاة يغيث ابن اسكندر. والمسلسل اللي قبل الأخير معانا في قائمتنا هو مسلسل العائلة. İşine bak kardeşim. Tamam. İşine bak.
Özür dilerim. Sıradaki taksiyi ben alabilir miyim? Çok acelem var lütfen. Hanımefendi. Buyurun biz bırakalım sizi gideceğiniz yere. تروي أحداث المسلسل قصة أصلان الذي ينتمي لعائلة كبيرة ويتميز بشخصيته الغامضة والمظلمة، والتي تمكنت العائلة من الحفاظ على العشيرة بمجموعة من التقاليد غير القابلة للكسر. ويلتقي بالطبيبة النفسية ديفين على متن طائرة عندما كان ذاهبا لإتمام إحدى عملياته، وتتقاطع طريقهما على متن تلك الرحلة ويقع في حبها. ومن هذه النقطة يكسر أصلان قاعدة مهمة جدا من دستور عائلة سويكان من أجل امرأة، وتتوالى الأحداث في هذا الإطار. Hareket, çaba ya da kımıldanış. Senin? Aslan. Evet düz aslan. Ben ömrümü adadım senin için. Bütün dünyayı karşıma al. Ben ne yapıyorsam senin iyiliğin için. Yapma. Benim hayatıma karışma. Buyur yenge. Oğlum davar mısın sen? Böyle mi veriyorsun? Ne bu ne? Elbise almak nedir artık ya? Aslan Dubai prensi misin sen? Aynaya bakmam, kendimi bilmem. Hayat acıtınca dünyayı sevmem. Ne yazık ki tek. أما المسلسل رقم 10 والأخير في قائمتنا هو مسلسل معجزة القرن. 1893'te Selanik'te doğdum. Ben Ali Tahir. يحكي مسلسل معجزة القرن عن قصة رجل من الخالدين عمره أكثر من 100 سنة، وما زال شكله شكل رجل شاب ووسيم. يتعرف على فتاة شابة وهي لا تعلم عن أصوله شيئا، ويعشقان بعضهما البعض، ومن هنا تبدأ الحكاية الأكثر تشويقا وإثارة. Belki kaderdi bu. Onun peşinden sürüklenmişti. Belki de 130 yıldır bulamadığı belki başka bir mucizeydi. Ya da İnsan ne için yaşar? Sorunun cevabını bulma vaktim gelmiştir. Vermeye gelmişti. Harika bana bunu وبكده خلصت قائمتنا النهارده. اكتب لنا كومنت بالمسلسل اللي شايف انه رقم 1 في قائمتنا، وايه المسلسلات اللي اتظلمت وشايف انها كانت تستحق انها تكون في قائمتنا النهارده. كان معكم احمد، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.